السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، وتنتمنى لكم صيام مقبول ان شاء الله لينا ولكم يا ربي. ومرحبا بكم في قناه خبز وزيتون. هنا كيف تشوفوا عندي الفلفله الوان مقطعه مكعبات، عندي شويه الثومه، بصله مشحره، وعندي خيز محكوك وشويه القرعه، درت معاهم شويه البزار، الخرقوم، الكمون، الملحه، شويه الفلفله حمراء والزعتر. وهادشي كله تنشحرو في زويده بلديه، وغادي نضيف عليهم واحد الحك ديال الثوم معلب طماطم. هنا ضفت الزيتون والخيار مخلل، علبه ديال الطماطم، نخليوه يتشحر، ومن بعد نضيف عليه الربيع ونطفي عليه ونخليه يبرد، ونعمر به الرغيف ديالنا. هنايا عندنا 500 غرام ديال الطحين، فيها دقيق الفينو والدقيق الابيض المتعدد الاستعمالات، عندنا معلقه صغيره او اقل من الخميره الفوريه، ونصف ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه، عندنا ملعقه سكر وملعقه والملح حسب الذوق بطبيعه الحال. غادي نضيفوا ملعقه زيت. غادي ناخذ هاد المواد هذه كامله للعجانه، نعجنهم، وغادي نعاود نرجع معكم نوريكم القوام ديال العجينه كيف داير. العجينه ديالنا هي تعجنات، تيكون هذا هو القوام ديالها. غادي نخليها ترتاح شويه، ومن بعد نتلاقاو باش نشكلوها ونعمروها. تنبقاو هكا نعمرو في المسمنات ديالنا وتندوبلوهم كيف هو واضح لكم في الصوره، حتى تنكملوا كاع الكويرات اللي عندنا والسمنات اللي عندنا. بالنسبه للحشوه انا ما اكتفيتش بعلبه تاع التون بالطماطم، ضفت عليها علبه اخرى ديال التون العادي اللي بالزيت.